لما يكبروا طبطبوا عليهم. الفيديو ده لأصحاب القلوب الحنينين على أهلهم. التعامل مع بابا وماما في مرحلة الشيخوخة محتاج حاجات كتير، وعلى راسهم الصبر والرحمة. جايز ضغوط الحياة مش مخلياكم مركزين غير في نفسكم وفي ولادكم وبس. واوعوا تنسوا ان بابا وماما في مرحلة الشيخوخة نفسيتهم بتكون ضعيفة، وبيكونوا بالظبط زي الأطفال الصغيرين ومحتاجين عناية كبيرة. لازم نحوطهم ببيئة سليمة وآمنة، ولازم ندعمهم بكل حاجة، وطبعا أهم حاجة الدعم المادي. بس أهم من الدعم المادي الدعم العاطفي. يعني ما يكفيش إن احنا نحبهم بس، لا، نبين حبنا ليهم ونحسسهم بالعاطفة والاحتواء طول الوقت. وكمان مهم جدا ان احنا ما نحسسهمش ان هم عبء علينا، حتى لو انتوا فعلا مش قادرين وتعبانين وضغوط الحياة مخلياكم على اخركم. بس اوعوا واياكم تحسسوهم زي ما قلت انهم عبء عليكم. ما ينفعش نزعق لهم في الشارع مثلا، او في غير الشارع على فكرة. ما ينفعش تشخط فيهم اصلا، وما ينفعش نحسسهم ان كلامهم مش مهم حتى لو بيعيدوا نفس الكلام والحكاية اكتر من مرة كل ما يشوفوكم. ما ينفعش نقول لهم لا على اي حاجة وتعالوا نستبدلها بكلمة حاضر، حتى لو اللي بيطلبوه ده في حاجة تأذيهم. اصل كلمة حاضر بتريح. ولو في حاجة بقى مش هنقدر نعملها لهم علشان فيها أذى ليهم، لازم نحاول نوصل لهم المعلومة دي ببساطة وبحب. وفي حاجة كمان عايزة أقول لكم عليها، إن إحنا نهتم بصحتهم ونركز مع صحتهم جدا جدا. وما تستكفيش إنك تسأليها مالك يا ماما تقولك أنا كويسة وخلاص. لازم طول الوقت نعمل لهم كشوفات وتحاليل دورية علشان نطمن على صحتهم. وأخيرا لازم نشغل وقتهم بنشاطات مفرحة وسعيدة علشان ما تبقاش كل خروجاتهم يا مستشفيات يا جنازات. لازم نربطهم ونضفرهم زي الكروشيه اللي بعمله كده جوه حياتنا. خليهم دايما جزء من روتيننا اليومي، ونديهم شويه وقت ومجهود زي ما هم ضحوا بكل حياتهم زمان علشان. قولوا لي في التعليقات ازاي نعبر عن حبنا ودعمنا لبابا وماما في سن الشيخوخه.